وقسيم رئيس جمعية الجيل الجديد للإنشاد التربوي والثقافي والتنمية المستدامة. حنا اليوم بمناسبة الحفل الديني بمناسبة اختتام ديال المسابقة القرآنية اللي كنا درناها الثلاث والأربعاء 15 و 16 رمضان 1445. واليوم كدير واحد الحفل ديال التتويج ديال الفائزين، وبمناسبة الحفل بالمسابقة هذه شاركوا فيها ما يقارب 70 طفل وطفلة. واليوم غادي نحاولوا نديروا النتائج ان شاء الله، نحصلوا النتائج ونحاولوا نعطيهم جوائز. وبهذه المناسبه هذه كنشكر جميع اللي ساعد معنا في انجاح ديال هذا الحفل، انجاح هذه المسابقه، بدءا بمدير ديال دار الشباب حي السري ومندوبيه ديال وزاره الثقافه والتواصل، كذلك مجلس العلمي مولاي رشيد والمندوب الاقليمي ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. وكنشكرهم جميعا، كما كنشكر المدرسه ديال الرحمن للتعليم العتيق، وكذلك مدرسة المقدسي وجميع الأطفال المشاركين معنا. والحمد لله هذا الحفل هذا داز ناجح، لأن لدرجة أن كنا حتى حبسنا التسجيل وجاو شي دراري في الآخر بداو كيبكيو لينا حنا كنا حبسنا التسجيل، اضطرينا باش نفتحوا عاوتاني التسجيل، باش نحاولوا باش يشاركوا كاملين. والحمد لله نتمنى الحمد لله الحفل داز ناجح، المسابقة دازت ناجحة، ونتمنى هذا الحفل إن شاء الله يدوز ناجح. وكنشكر بالمناسبه الصحافه اللي جات معنا هنا اخبار الساعه وطالر نيوز، كنشكرهم بزاف على هذه التغطيه هذه الاعلاميه لهذا الحفل. بالنسبه للوليدات اللي شاركوا، واش تابعين للجمعيه ولا تابعين لشي مؤسسه؟ لا الوليدات حنا درنا تسجيل مفتوح جميع الوليدات، تقريبا السن شحال العدد تقريبا اللي اقل من 16 سنه شاركوا معنا، شي 70 اكثر من 70 واحد اللي شاركوا معنا. ومن الناس بديتوا احصائيات؟ درنا احصائيات يومين، درنا نهار لان ما يمكنش ندوزو العدد كامل في نهار واحد، دونك درنا احصائيات نهار الثلاث اللي فات، 15 رمضان، ودرناها الاربعاء 16 رمضان، واليوم السبت 19 رمضان غيكون حفل اختتام. كلهم ولاد المنطقه ديال مقاطعه مولاي رشيد ولا كاين حتى خارج مفرقين؟ حنا درنا المسابقه مفتوحه، ولكن الاغلبيه السحيقه ديال المنطقه ديال مولاي رشيد. النهايه شحال بقى فيها من الطفل؟ تقريبا كاين الجوائز، كاين دابا بقاو 3 ديال الاطفال ديال الاناث و3 ديال الذكور هما اللي فازوا معنا. هادو فائزين اليوم غادي تعطيهم مع الجوائز ديالهم الاخرين، شواهد تقديريه، كلشي غياخذ شواهد تقديريه، كلهم غياخذهم كاع المشاركين كلهم. والفائزين 3 الاولين ديال الاناث و3 الاولين ديال الذكور غياخذوا شهادات غياخذوا تروفيات وغياخذوا واحد الايات قرانيه وكذلك الشهاده ديال التتويج ديال. احنا بدورنا كنشكروكم على هذه المبادره، وكنتمنوا جميع الجمعيات باش يحذوا هذا الحذو ديالكم ويكون هذا الشيء بمناسبه رمضان. وشكرا للسي محمد، وكنشكرك السي الكريم، بارك الله فيك، شكرا. والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. أما بعد، أيها الحضور الكريم، أحييكم في بداية هذه الكلمة بتحية من عند الله مباركة طيبة، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام أثني الكلام. هذه الكلمة أو هذه الكلمة القصيرة المختصرة المقتضبة الوجيزة التي أحببت أن أشارككم إياها جعلت لها عنوانا. هذا العنوان، عنوان هذه الكلمة رسائل وبشريات. رسائل وبشريات. الكلمة ستكون إن شاء الله تعالى مختصرة، أختصرها وأختزلها. أوجهها أولا إلى المكلفين والجمعيات أولا، وإلى المشاركين والمشاركات من التلاميذ والتلميذات ثانيا، وإلى الآباء والأمهات ثالثا. معنا الطفل الفائز بالمرتبة الثانية. كيفاش كانت الإقصائيات اللي تباريتي فيها مع الأصدقاء ديالك؟ كانت الإقصائيات جد ممتازة، كانت جيدة جدا. دزت في المرحلة الثانية، مع العلم أنني دزت في مسابقات عديدة في المرحلة الأولى. وكنشكر السيد محمد ورشان حيت هو اللي كان صار معنا وكان كيدربنا باش نجيو نشاركوا في هذه المسابقة. وكنبغي نشكر السيد مدير حسن الباكوري جزاه الله خيرا. وكنشكر الجمعيه التي نظمت هذه المسابقه اللي هي جمعيه جيل الجديد، وكنقدم لها الشكر الجزيل لان كتشجعنا وكتحفزنا باش اننا نزيدوا لقدام. بالنسبه للاقصائيات، واش اول مره كتبارى ولا فايت كدير اقصائيات؟ فايز بالعديد من المسابقات بالمرتبه الاولى. كانت هذه هي الوحيده اللي جيت في المرتبه الثانيه. الطموح ديالك شنو هو الطموح ديالك مستقبلا؟ الطموح ديالي انني نكون حافظ لكتاب الله تعالى، ونكون شيخ او عالم من العلماء الكبار الذين يدرسون ان شاء الله. الله يوفقك، الله يوفقك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معكم أحمد ورشان، أستاذ مادة التربية الإسلامية بثانوية المقديسي مديرية مولاي رشيد أكاديمية الدار البيضاء سطات. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن جعلنا من أهل القرآن وممن يشجعون على القرآن، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على امتنانه وعلى فضائله ونعمائه. في هذه المسابقة القرآنية الرمضانية التي نظمتها هذه الجمعية مشكورة، نشكرهم جزيلا أعضاء رئيسا وأعضاء ومشرفين ومحبين ومستشارين. نشكرهم جزيلا على هذا الاهتمام وعلى هذا الافتخار وعلى هذا الاعتزاز وعلى هذا التشجيع، لأهل القرآن وحملته. فلله الحمد والمنة. في مؤسستنا ترشحوا تلاميذ وتلميذات من مؤسستنا ومثلوا مؤسسة المقديسي التأهيلية مديرية مولاي رشاد. ومن هذا المنبر نشكر مدير تلك المؤسسة سيدي حسن الباكوري حفظه الله، الذي يشجعنا والذي يحفزنا ويأخذ بأيدينا نحو الهدى والرشاد. دائما
يشجع حملة القرآن، يشجع التلاميذ، لا يهنى له بال ولا يستقر له حال إلا إذا رأى المؤسسة اللي تتنافس مع المؤسسات الأخرى وتحصل على إن شاء الله تعالى المراتب الجيدة. فنسأل الله تعالى أن يكلل سعي كل من يسعى في درب الخير، أن يوفقه لكل خير. ونشكركم على هذا الاستقبال وعلى هذه الحفاوة وعلى هذا الترحيب، فشكرا جزيلا والسلام عليكم. بالنسبه لكم كمؤسسه شحال من طالب تقريبا باش شاركتوا به في الاحصائيات؟ مؤسسة المقدسي شاركوا تقريبا يعني 20 تلميذ وتلميذه. شحال من واحد تاهل النهايه؟ الان تاهلوا جميعا، كلهم تاهلوا. والان يعني ان شاء الله تعالى في هذه الحفل البهيج سنرى ان شاء الله تعالى من هم الاوائل في هذه المسابقه. وكان التنافس بينهم قائما، كان التنافس لذلك مما يصعب على لجنة التحكيم الفرز بين المتسابقين. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونحمده على القرآن وعلى العلم، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. واش كتشاركوا مع بعض الجمعيات ولا عندكم أول مشاركة؟ نعم، نشارك مع الجمعيات ونشارك مع المجلس العلمي لمقاطعة مولاي رشيد. ومن هذا المنبر نشكر يعني المجلس العلمي لمقاطعة مولاي رشيد جميعا، لأنهم دائما يسهرون على تنظيم هذه المسابقات، وهم ممن يعني شرفوا هذه المسابقة، وهم من يعني كانوا في لجنة التحكيم. كذلك من هذا المنبر يعني مؤسسة المقدسي يعني يدرس فيها مجموعة من التلاميذ ومن التلميذات الذين شاركوا في المسابقة على صعيد المديرية، أولا على صعيد المؤسسة ثم على صعيد المديرية ثم إن شاء الله تعالى على صعيد الأكاديمية. ويعني قد فازوا يعني حصلوا على المراتب الأولى، فهذا افتخار وهذا اعتزاز بتلاميذنا وتلميذاتنا. شكرا. كيف جاتك الإقصائيات ديال هذا رمضان اللي داروا لكم مع الإخوان ديالك؟ كانت واحد الإقصائيات دازت في واحد الأجواء اللي هي جميلة جدا، دازت واحد الجو اللي رائع، دوزنا إقصائيات بالخير مشينا صافي ودوزنا. وكنشكر الثانوية التأهيلية المقدسي والأطر التربوي اللي فيها، وكنشكر المدير جزاه الله خيرا. كنشكر أيضا السيد محمد ورشان، حيت هو اللي كان كيشجعنا وكيحفزنا باش نشاركوا في هذه المسابقات. وشنو هو الطموح ديالك؟ الطموح هو أنني نحب حفظ القرآن الكريم، تكون شي عالم من العلماء الكبار ان شاء الله. شي عالم من العلماء الكبار ان شاء الله. شكرا. كيفاش جاتك الاقصائيات مع الاخوات ديالك والاخوان ديالك في هذه الامسيه الرمضانيه؟ الحمد لله كان هذا الشيء مميز بالنسبه لي واحمد الله صراحه. بالنسبه لهذه الجمعيه اللي دارت معكم مشاركه مع المؤسسه ديالكم، هذا الدور اللي لعبت اش كيعني لك؟ بصراحه اشكرهم كثيرا على هذه المسابقه. بالنسبه لهذه المشاركه ديالك اش كتعني لك كقارئه والتجربه اللي دوزتي، اش كتعني لك مثلا؟ تعني لي الكثير، وبصراحه تعطيني القوه اكثر على الاجتهاد في حفظ كتاب الله تعالى. وبالنسبه للطموح ديالك مستقبلا، شنو هو الطموح ديالك ان شاء الله؟ الأصير من القراء الكبار ان شاء الله. ولكن خصك تكون عندك العزيمه وتكون عندك الجرأه باش تواجهي، راه غتواجهي مثلا تخرجي للخليج، تخرجي ديري عاوتاني مسابقات اخرى في دول اخرى، تكون عندك الجرأه وتكون ما كتحشميش تهضر. راه عادي هادشي، راه ماشي شي حاجه كثيره. كي جاتك التباري اللي تبارحتي مع الاخوات ديالك والاخوان ديالك؟ صراحه لم يكن هذا من السهل، ولكن بقوه الله وحوله فزت بالمرتبه الاولى. كنهنيوك والله يوفقك.